اتخيل معايا كده لو انت عشت في حياتك دي ضعيف، واحكي لي كمان 10 سنين هتبقى مشاعرك ايه اما تقابل الاحلام اللي انت كان نفسك فيها وهي مش معاك. الحاجات اللي انت كنت بتحلم انها تبقى معاك وهي في ايد حد تاني، وممكن يكون الحد ده ما يستحقش. فالحياة اللي احنا محتاجينها ان احنا نبقى اقوياء. وهبدأ كلامي واقول لحضراتكم بوصية كده كنت بوصيها لواحد من كام يوم، قال لي انا عايزك تديني وصية، الوصية دي تغير حياتي يعني. فقلت له انا هديك الوصية بعيد عن اي علم، هديك الوصية كبني ادم طاهر يعني، كطاهر واحد بيكلم واحد تاني عادي. كل اللي في حياتك مش مهم، الحاجة الوحيدة اللي مهمة ان انت لازم تنجح وتبقى قوي. العلاقة اللي وجع قلبك مش مهمة، الخناقة اللي مع اصحابك مش مهمة، المعترك اللي الناس بتزقك فيه مش مهم، كل حاجة مش مهمة. الحاجة الوحيدة اللي مهم انك تبقى قوي، انك ما تتكسرش، انك ما تقعش، لان انت الحاجة الوحيدة اللي باقية في حياتك.